السلام عليكم ومرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم في قناتي وقناتكم عالم ياسو. صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. اللي شفتوا هذا الفيديو مر فطور صحة فطوركم، ولا شفتوه صباح خير. صباح الربح والخير والبركات. نهاري بديته كما كل مرة، كما كل مرأة عربية ولا أجنبية تبدأ بالميناج خفيف. درت سيقات خفيفة هكا خفيفة، ودرت هذه كوفرتور تاع بابا درتها غسلت هكا. وكانت الغبرة كانت عندنا النو طيح شويه مسخه، نشرتها هاي هكا فوق الكرياج وغسلت هادو لي طابي تاع الكوزينه درتهم هكا فوق الكرياج تاع الدروج، بس كانت النو تصب بزاف وما كانش عندها وقت يعني تصب وتحبس تصب. الو درتها تما ونشفت لي. الفيديو تاع اليوم كان عنده اليوم كان يعني فيه فايده، يعني ماشي فيديو خلاص. الناس اللي تبغي الدهان ولا الزبدة ولا الحارة اللي يدهنوا بها طعام، يعني راه جاي العيد راح نديرو طعام ميم اللي رانا اللي كاين اللي يسحروا بالطعام في السحور. القعدات تاع الرمضانية الجماعة ولا تاع اللي السهرات ضيوف كامل تاني طعام يطبعه غير الا الدهان ولا الزبدة كما نقولوا الزبدة باش نوضح. حنا الغرب نقولوا الدهان، لكن نقولوا هو الزبدة الحارة. لكن الحارة علاش؟ لانه تاع الدهان تاع البقرة يجي شويه حار كي نديروا له الملح ونعركوه وندسوه، يجي فيه واحد البنه شابه ماشي حار معناتها يلسع ولا حار كيما الحار ولا لا. حنا نقولوا حار بيسك عنده بنه خاصه تجي في الطعام. بون كاين اللي تشوف هذا الفيديو تفهم شاني نقول، مش معناتها الدهان الحار معناتها يلسع في اللسان، ولا حار بمعنى حار تاع تاع الجعابيط كما يقولوا ولا تاع هريسه ولا لا، ماشي هذاك المفهوم. حار بمعنى حار للطعام. هيكو كاين اللي يديروا البقرة تاع البقرة وحده ويديروا فيه الملح ويدسيه في بواط ولا وتولي اشاك فوا هكا كي تبغي تدهني الدهان تدهني به. وكاين اللي ما عندهمش الدهان تاع البقرة يشرو تاع الميزان كيما احنا هكا. احنا عندنا تاع البقرة ولكن ما يكفيش يعني يعني كي نديروا الراي بيرو ما يعطيناش بزاف. نعرفوا بلي يكون عندك بيدو كبير حد يعني بيدو تاع دهان بيدو تاع رايب يعطيك مابا شحال بول صغير هكا تاع الزبده. الوغ اللي ما عندهمش واللي تبغي تحرر الطعام ولا هذه هي الوصفه تاعي اللي ناجحه 100%. ماشي نقول لكم ناجحه بزاف يعتمدوها تاع المناسبات، تاني تكون عندك مناسبه وحاجه كيما هكا توجديه بسيمانه. هو يحرار بوندون سورتو في الصيف يحرار بالخف من المشتا ديريه في الماء والملح وتخليه بوندون سيمانه هكا يحرار لك. كنتي مقلقه ديريه تو سويت. انا شريت هنايا هذا واحد كيلو ورطل هكا تاع الزبده اللي تنباع بالميزان، هذه بكامل تعرفوها ما كاينش اللي ما يعرفهاش. في تجي في بواط كيما هكا شريتها بكيلو ورطل هكا وغسلتها في الماء، يعني عرقتها في الماء عادي ما بارد تاع السباله تاع الحنفيه عادي. عرقتها فيه 2 خطرات 3 باش نقلعوا الريحه واحد ماشي الريحه بارفوا تجي ديفوا تجي فيه واحد الريحه هكا تاع الحوانيت وكامل قلعتها. تقلعيها تغسليه كيما نقولوا. وإلا عندك البن في الدار وما يهمش هذاك البن ولا تاع البقره ولا تاع الشري ما يهمش، ديريه هكا شويه فوقه وتعركيه. ما بغيتيش ما ديريش، يعني كان عندك البن حامض عندك شويه ما با نص كاس هكا تاع البن ولا ديريه وديري معاه الماء وخليه فيه ليله كامله. خليه فيه ليله كامله باش يعطيك بنه تولي لك هذاك تاع الميزان يولي لك فيه بنه تاع البقره. انا هنا من عندي تاع البقره وموالفه نخدمه هكا ما خليته فيه لا بات لا والو، هكا عركته فيه قعدت نعرك فيه حتى ولا يعني دالي البنه تاع البن هذاك الحموضيه. هذيك القرعه اللي شفتوني درت منها هذيك كانت عندي شويه تاع رايب وقلعت من الفريره درتها في ديك القرعه محامي هكا وضربته. تضربي هكا القرعه تقعدي تضربي فيها كما يخدموا الشكوى تاع بكري وتعطيك الدهان. يعني ديري فوقه ما دافي ولا ما شويه سخون، يعني ماشي دافي ماشي حامي بزاف، تولي تضربي فيه تضربي يعطيك هذيك الزبده. حنا نهضروا على الفريره اللي تجي فوق الدهان تاع البقره ولا تاع الماعز ولا المهم الدهان تاع الغنمي تاع الحيوانات، الحليب تاع الحيوانات فوالا. هنايا انا هذاك البن انا قصته بيس كان غير فريره وفيها محامي، يعني ما عندي ما ندير به درته فوق هذه الزبده وقعدت نعرق فيه. يعني غير بشويه ديت معاه واحد 10 دقائق وانا نعرق فيه كيما هكا. ولا اللي تبغي البنه تاع الدهان تاع بقره تبغي تخدم كيما هكا تخليه فيه ليله كامله ماهيش مقلقه عليه تخليه ليله كامله.
ماشي شرط في رمضان، يعني راه جاي الصيف، المناسبات، الحفلات، القعدات يتو الوغ لازم تلاخريه. اللي ما عندهاش الدهان تاع البقرة، اللي ما عندهمش قاع الدهان تاع البقرة في الدار، تشري سمن، ما يهمش. انا عندي سمن مدينة، كاين السمن كاين بزاف، المهم السمن تدي هكا كونتيتي تاع السمن. انا ديت غير شويه باسكو راح ندير معاه الدهان تاع البقرة. تدي كونتيتي مليحه تاع 60 غرام هكا، 70 غرام هكا، ولا يعني 60 70 غرام تاع مسمن، ما يقارب بول صغير، بول صغير، بول هكا صغير تحرير، هذوك اللي يجوا صغار كامل. تديه ديره مع هذا الدهان، وديري عليه الملح وتحركه مليح وتخليه في الماء، تخليه في هذاك الماء بوندون ليلة كاملة، ليلة كاملة هو في هذاك الماء والملح ومعاه السمن. السمن ماشي ضرورية، راني نقولكم اللي تبغي تبغي بالخف يعطي بنة تاع الدهان، بنة تاع الدهان تولي فيه مليح شابة بالخف. اللي ما عندوش ديرو في الدهان تاع الميزان وحده، ديرو في الملح والماء كيما راكم تشوفوا، وتخليه ليلة زوج ثلاثة تي واش تساعدك. كنتي مقلقة ديريه هذاك النهار، ما كنتيش مقلقة ديريه من داك الغدوة، كيما بغيتي. المهم كل ما طول في الماء والملح كل ما عطاك نتيجة شابة، كأنه راكي دايرة الزبدة تاع الغنمي. هذه هي. انا وحده من الناس كانت عندي زبده تاع غنمي كيما قلت لكم، وعندي ديجا انا نحنا نخدموه، باسكو عندنا بقري نخدموه في الماشينه، عندنا الماشين اللي يخدموا الزبده كيما يقولوا. درت معاها ودرت معاها شويه سمن وعرقته مليح وعمرته دايره بيدون هكا ببلاع نديرو فيه وندسه يحرر في حاله، ومام طو راني ندهن به، باسكو حنا نسحروا الطعام في رمضان. هذا هو بالنسبة للدهان. هنايا الكسرة تاعي كنت موجدة صوالحها عليا غير نعرقها. وطاجين تاع اليوم كان لوبيا ماشطو المعسلة المجمرة، اللي جامي تاكلي كيفها، يعني جامي ديريها ويقولوا لك كيفاش درتيها، يعني تجي عسل على عسل. ترملي تقبضي حبة نتاع بصل تكون ماشي متوسطة، كبيرة، يعني كبيرة، حبة من الكبار، تقطعيها شرائح، ما يكونوش رقاق ما يكونوش مغلاط، متوسطين، يعني متوسطة، شرائح متوسطة الحجم. وديريها في الطاجين وديري عليها شوية سمان ولا مارغرين وشوية نتاع الزيت، وتخليها تتبل حتى تدي هذاك اللون اللي كنتو تشوفوه فيه دروك، تديه مارون، يعني تتبل باج، تتبل هذاك البصل يدبال كامل. كي تدبال انا درتها باللحم، تي تبغي ديريها بالدجاج، تبغي بالدهن، باللحم بقري كيما تبغي. مي اللوبيا تاع الماشطو تجي بالغنمي، لا فيريتي بالغنمي، درت معاها تاع غنمي، ودرت عليها لي زيبيس اللي هي قرفة وحرور قرفة وحرور سكينجبير، ودرت شوية كركم، اللي تبغيها حمرا دير فلفلة حمراء. درت عليها طوماطيس حبة متوسطة الحجم هكا، طحنتها سكرفجتها يعني رابيتها ودرتها فوقها، ودرت الملح ومرقت، يعني اللوبيا ما تبغيش الماء بزاف، مرقتها وبلعت لاكوكو تاعي. في اخر الفيديو تشوفوا النتيجة كيفاش جات، يعني نتيجة روعة. عاد اليوم الفيديو يعني التدبيرة الثالثة ولا الطبق ولا يعني الوجبة الثالثة ولا كيفاش يقولوا، هي لي كيش. لي كيش بطريقة سهلة سريعة اقتصادية، ما تديلكش الوقت كامل، وما تديلكش يعني في المقادير ما تديلكش بزاف. انا هنا ديت 3 عبار تاع فارينة. العبار هذا كيفاش نكيلوه؟ انا كل عبر تقريبا يساوي 60 غرام فرينة، 70 هكا، تنجمي تقولي 70 غرام، 60 70 غرام فرينة. كل عبار كل عبار فيه 60 70 غرام فرينة، بما يعادل مثلا فنجان صغير نتاع قهوة، مشيت فنجان كحل يعني تكون متوسطة الحجم، فنجان صغير 6 كيما هذاك، 6 عبار. انا راني قلت لكم 6 عبار و6 اصابع نتاع مارغرين، و3 مغارف نتاع زيت. كل ما كبرتي الحجم كل ما زدتي العبار، تزيدي في المارغرين وتزيدي في الزيت. هذا العبار درت له نص حبه نتاع بيض. انتي لا ضاعفتي الحجم نتاع الفارينه معناتها تضاعفي كل المكونات الباقيين، تضاعفي في المارغرين وفي الزيت وحبه بيض كامله. فوالا هذه هي. قلت لكم المارغرين 3 اصابع تاع مارغرين، ولا هما نقولوا 3 مغارف تاع اكل مارغرين، 3 مغارف زيت، و6 عبار نتاع فارينة بما يعادل 60 70 غرام، اللي هي فنجان هكا يكون متوسط الحجم تاع قهوة وحليب كيما هكا. هذاك هو العبر،
وزدت عليه أنا النكهة تاع الثوم المجفف، يعني مجفف مطحون زدت عليه بودرة. تبغي ديري توم تبغي ديري بصل، يعني كاين بودرة بصل وكاين بودرة توم. أنا درت التوم وجات البنة روعة. درت هاكا بنة، تبغي ديري زعتر تبغي كيما تبغي نتيا. أنا اليوم درت بودرة توم وانتوما سيو تاع التوم بيسك ما تجيش بنة التوم كاملة تجي بنة ما تأمنوش عقلكم. ديري رشة تاع ملح وتبداي تبسي فيها مليح مليح، تدخلي هادوك المكونات الوالا تبسيها مليح. هنايا أنا الماء أنا نكيل بالمغرف باش العجينة ما تطلقليش وما يعني ما نفقدش السيطرة على العجينة، وميم طون نديرها العبار هذاك هو. أنا قلت لكم 6 عبار ديت من 8 حتى 9 مغارف تاع 10 على حساب النوع تاع الفرينة اللي راكي تستعملي فيه. أنا استعملت فرينة سفينة، ديت السفينة نستعمل السفينة هاذيك اللي تجي تاع كاغط هاذيك تاع الورق، هاذيك اللي تجي بيضا غوص سفينة كامل نعرفوها. ديت هاذيك الفرينة. هنا أنا هذا العبار دالي حتى تقريبا 9 إلى 10 معالق، ما تفوتوش على هذا العبار. يعني كل ما ضاعفتي الفرينة أو المكونات تضاعفي الماء، لكن الماء ننصحكم ما تفروش ديريكت، ديروا بالملعقة. يعني درتو 6 عبار ديري 6 و 7 نتاع مغارف تاع ما، وقعدي تعركي وشوفي إلا خاصها زيدي 2 مغارف تاع ما. أنا دات لي حتى ل10 معالق نتاع ما. وشوفوا القوام اللي لازم تكون عليه العجينة، ما لازمش تكون عجينة يابسة، وميم طون ما لازمش تكون العجينة كيما نقولوا حنايا جارية ولا يفايت لها الماء. يعني ما لازمش إلا حنا رانا دايرين فيها مبسينها باليدام ودايرين فيها بيضة ستادير الماء ما لازمش العجينة تولي بيضاء، تقعد في هذيك الصفورية اللي راهي عليها كيما راكم تشوفوا فيها. هنا بسستها غاية ومن بعد درت الماء وهاكا تعجنيها ماشي تعجنيها كالكسرات، تعجني يعني تلمي طميها كيما من نطمو العجينة نتاع صابلي. هذه لاباط نجمو نقولوا تقريبا الوصفة تاع لاباط بريزي، ماشي وصفة تاع لاباط بريزي ولكن تقريبا يعني تشبه لها شوية. هذه هي خليتها ترتاح انا هكا بجيه، يعني غطيها. شوفوا القوامة ما لازمش تروح على هذا القوام، ما راهيش طرية ما راهيش ناشفة، راهي هذيك هي. تخليها تريح بجيه ورحت ندير معاكم الحشو اللي راح نديرو معاكم. انا هذا الحشو ما نبدلهش. دي بارفوا ندير معاه فيونداشي دي فوا ما نديروش كاع. درت نص حبة بصل ولا حبة كاملة. قلت لكم نتبلها مليح البصل أهم حاجة يتبل غاية باش يديكم باش المرقة تاعكم ولا لاصوص تجيكم فيها بنينة. بون هذا النوع تاع لاصوص يبغي البصل يتبل، كاين نوع ما يبغيش يبغي بارد في بارد. درت عليه بصل وتبلتها غاية وزدت عليها فصوص تاع الثوم، زدت عليها شوية تاع فيونداشي واحد 100 غرام تاع فيونداشي واحد 100 غرام تاع فيونداشي. زدت عليها واحد يعني نعطيك العبر أنا هنا درت طوماطيس كنت خادمتها. ديري حبة كاملة نتاع طوماطيس وقطعيها يعني قطعيها رقيقة رقيقة هكا بالخدمي، أحسن من إنك ترابيها ما ترابيهاش، قطعيها هكا رقيقة بالخدمي. وكنت درت شوية تاع سلق يفور فورته هكا بالخف ما طابش غير دبال برك. زدت عليهم زدت شوية رند زدت شوية كركم وشوية ملح شوية زيت ونص كاس تاع ماء وخليتها فوق النار حتى تنشف لك السوائل كاملين، يعني حتى تنشف لك من الزيت وتنشف تنشف من الزيت وتنشف من الماء. يعني نشفي لاصوص تاعك ما تخليهاش فيها ليدام باش ما تخرجلكش يعني ما تخسرلكش العجينة. هنايا هاي العجينة بعد ما ارتاحت ما تستاهلش تروحي ديريها في فريجيدير وتخليها تريح ساعة ولا زوج، ما تستاهلش كامل. خليها تريح بجيه غير توجد لاصوص تاعك وانتي بديتي. شوفوا انا كاني نحل فيها وكأنه عجينة تاع صابلي. شوفوا عجينة شابة من طابت جات مرملة، جات شابة ما جاتش يابسة كي تاكليها تدوب في الفم. يعني ما تأمنش غير بورطو انا حمرتها، يعني انا نبغيها حمرا من تحتها ما نكتبش عليك، نبغيها تدي حمورية شابة من برا وما ما تكسرت لي ما يبست. تسحرنا بها قعدت شابة ايتو. الوغ هاي حليت لكم العجينة كاملة حليتها والعجينة السمك تاعها نصف سنتيمتر، نصف سنتيمتر يعني ماشي 1 سنتيم، نصف سنتيم باسكو هادي ماشي لاكيش كبيرة، هادي ماشي لاكيش تاع العائلة. لأنه لاكيش كبيرة لازم تكون شوية غليظة ولازم تجي مرملة بيسك هاديك نقطعوها بالخدمي. كي نجو نقطعوها بالخدمي لازم تكون مرملة. كي كون نديرو هادي كيما هكا رقيقة كيما هكا كي نقطعوها شوية تغبنة
كي شغل تولي تتفتت ولا تنقرض ولا ايتو. الوغ انا هنايا في الميني كيش ما نغلظهاش، في لاكيش نغلظها. هذه هي، انا دائما نعطيكم لاستيس ولا نعطيكم المقادير ولا نعطيكم كلش من قلبي، يعني ما نغشكم في حتى حاجه. هنايا طبعتها بالطابع وعمرت هادوك لي ميني تاع التختولات تاعي، عمرتهم. وطيبي بارد في بارد، يعني ماشي طيبي التختولات ومن بعد طيبي العجينه وبعد تعمريهم، لا، طيبي بارد في بارد. يعني انا العجينه هنا درتها ودرت عليها الحشو مباشره. العجينه اللي تبقى خليها ترتاح بجيه باش تزيدي تخدميها، باش كي تزيدي تحليها تخدم لك، تخدمي بها فاسيلمون. هذه هي، انا هكا هاني طبعتها على حسابهم وتقعدي تشكلي فيها كيما هكا. الحشو تاعي كان واجد، انا غير وجدت الحشو تاعي انا بديت نخدم. هنايا درت الحشو ملعقه في كل وحده، ما تعمروهاش بزاف، ديروها قيس قد ما تزيدي من الفوق بيشاميل والفرامج وكامل، ما تعمريهاش بزاف، ديريها يعني شويه ماشي معمره تل الفم. راح نزيد فوقها الفرماج وراح نزيد فوقها صوص بيشاميل. الأجبان اللي تستعمليهم ما يهمش شاول الجبن، يعني الجبن اللي انتي تبغيه، تبغي جبن أبيض، تبغي جبن الأحمر، يعني تبغي غريال، تبغي كومونبير، تبغي أي نوع تاع فرامج انتي تفضليه ولا تفضله العائلة. أنا يبغوا فرماج بلون مع فرماج هذا تاع بيتزا ولا فرماج روج، هذا هو. أنا درت هكا فرامج، أنا درت على الحبة هكا، قطعتهم الفوق شويه ودرت عليه فرماج هذا هكا، ما بغيتش نرابيه، درتو هكا قطع رقاق، شرائح رقاق. بيشاميل كامل تعرفوا تصنعوها، ديريها خفيفه ما ديريهاش ثقيله، بس كاين كل حاجه وهذيك والتابل تاع الفرماج اللي راه داير حاله درتو في البيشاميل باش يعطيني الكو تاع الفرماج، وجات تهبل وكانه هاد التختولات هاد الميني كيش وكانه راهي معمره فرماج. يعني بيشاميل تاعك كي ديري شويه حرور وديري شويه ملح وتزيدي عليها التابل تاع الفرماج، تجي روعه، تجي واحد البنه، ما تامنوش عقلكم. يعني هذا التابل اللي اكتشفوه ويعطيه الصحه، يعني حاجه بالنسبه شابة للفور، شابة انا الفور جديدة تاعي وانا وشابة. نخدم وهي الفور تاعي تسخن، كي حمات يعني راهي حاميه، دخلتهم رفدت الوسطاني على نار متوسط الحجم على 160 170 درجه. اللي عندهم الفور العادي اللي ما فيهش الدرجات، يعني ما فيش ريغلاج، ديريه على نار متوسطه، يعني نقصي له للناقص نار متوسطه، وغير يطيبوا من تشوفي الحواف صفارو تشعلي عليها من فوق، تدي هذيك التحميره تاع البيشاميل باش يكغاتيني هكا. وهذه هي النتيجه، خرجتها لكم من الفور سخون كما يقول لك، البنه، الشكل، كلش. زينتو هكا بغصان تاع قزبر وحبات تاع الزيتون كحل، ولا هذاك الغوز ولا اللي عندكم، زينتها لكم كيما هاك. عارفين كي يولي الوقت تاع باش نسربي، انا دائما في الفيديوهات تاعي كي نولي في التاليه نولي نجري والديكور يهرب لي، يكون ديكور في راسي تهرب لي، بيسك يولوا مقلقيني يولوا روحي جيبي هادي، نولي غير ندهص، ما نكذبش عليكم. هذه هي الريزلت، ان شاء الله تجربوها برك. ان شاء الله شوفوا التحميره كي دايره وجات تفتت، عباك مفتتها لكم بيدي ولا غالب الفيديو ما كانش يصور. بالنسبه للوبيا ماشطو بالبصل، هذه هي، شوفوا جات معسله مجمره، ما تامنوش عقلكم، تبعوا الطريقه اللي عطيتها لكم وجربوها وخلوا لي كومونتير. ان شاء الله تعجبكم الفيديو تاع اليوم، ما تبخلوناش بلي لايك وتابينوا عندي، انا دائما نقولكم ابينوا ما نقولكمش ابوني، ابينوا عندي، وسلام.